السلام عليكم، مرحبا بكم مع عماد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذه التحلية الرائعة. هي تحلية عائلية باردة فيها 3 طبقات بزاف بنينة وتخرج كمية كبيرة تحليو بها قعداتكم وسهراتكم الرمضانية. تابعوا معي الفيديو باش تتعرفوا على طريقة التحضير. بسم الله، نبدأ في الوصفة. أول مرحلة نحضر الطبقة الأولى اللي هي موسكوتشو. في وعاء درت 2 حبات بيض، 4 ملاعق كبيرة من السكر العادي، مبشور حبة ليمون، وملعقة صغيرة من الفانيليا. ضربتهم جيدا بالخلاط الكهربائي حتى بياض الخليط. من بعد زدت 4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل و4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ضربتهم جيدا أيضا بالخلاط الكهربائي. هنايا زدت 5 ملاعق كبيرة من الفارينة مع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية وملعقة كبيرة من المايزينا. خلطتهم جيدا حتى انسجمني الخليط. فرغته في سنيوة قياس تاعها 25 على 30 سنتيمتر اللي كنت دهنتها بالزيت ودخلتها طيب في الفرن على درجة متوسطة. بعد ما تطيب مباشرة وهي سخونة شربتها بالسيرو اللي كنت حضرته سابقا وخليته يبرد. بعد ما شربتها بالسيرو دخلتها للثلاجة تبرد. نجوز للطبقة الثانية. في كسرونة درت 3 كيسان حليب من سائل، 6 ملاعق كبيرة من الفلون بذوق الفانيليا، ملعقة كبيرة مايزينا، و3 ملاعق كبيرة من السكر. خلطتهم جيدا بارد في بارد وحطيت الكسرونة فوق النار مع التحريك المستمر حتى الغليان. خليتها تبرد غير شوية وفرغتها فوق الكيكة مباشرة وعاودت دخلتها للثلاجة تبرد مليح على الأقل ساعة. طبقة ثالثة. في كسرونة درت كاس ماء مع 4 ملاعق كبيرة من الفلون بذوق الفانيليا. خلطتهم بارد في بارد وحطيت الكسرونة فوق النار حتى الغليان وطفيت عليها. فرغت الخليط فوق الطبقة الثانية بعد ما تكون بردت مليح. رجعتها للثلاجة أيضا باش تبرد مليح على الأقل ساعتين باش كي نقطعها تجيني العملية سهلة. وتزيين اختياري، أنا زينت بكريمة شونتيي فقط.
هذه هي التحلية تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. هي سهلة اقتصادية وبنينة وبحجم عائلي وتخرج كمية مليحة. إذا عجبتكم الوصفة خلولي جيم وتعليق أسفل الفيديو. إذا كنت أول مرة تزوري قناتي نتمنى دعميني بالاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيه. إلى اللقاء، نتلاقاو في وصفات جديدة مع أم عماد. مع السلامة.